ناقشت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي خلال اجتماعها اليوم الإجراءات القضائية والأوامر القهرية التي أصدرتها مؤخراً سلطة الأمر الواقع بحق عدد من القيادات السياسية للمجلس الانتقالي وعلى رأسهم القائم بأعمال الأمين العام. وأكدت الهيئة أن تلك الإجراءات تمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون وتفتقر إلى الأساس القانوني السليم. كما شدد الاجتماع على ضرورة احترام استقلال القضاء وعدم توظيف الأدوات القضائية والأمنية لأغراض سياسية والالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية في كافة الإجراءات. نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة في العاصمة عدن اليوم حملة لمراقبة وضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بما فيها قناني المياه، وأسفرت الحملة في يومها الأول عن إغلاق عدد من المحلات المخالفة. قتل مواطن وأصيب 5 آخرون إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين أبناء عمومة في منطقة واسط بمديرية مرخى بمحافظة شبوة على خلفية خلاف حول قطعة أرض.